يخطو الممثل الشاب نور النبوي خطواته الأولى نحو بطولات الشاشة الكبيرة بعد ما بدأ أمس الثلاثاء تصوير فيلمه الجديد كان يا مكان اسمه مؤقت بمدينة الأقصر في ثالث تعاون له مع المؤلف إياد صالح بعد نجاحهما معا في فيلم الحريفة بجزئيه الأول والثاني. كوميديا Magic Music رومانسية One. بتوقيع جماعي ينتمي الشريط إلى الكوميديا الرومانسية ويشارك في بطولته إلى جانب النبوي كل من ياسمين العبد، أشرف عبد الباقي، الفنانة السعودية جودي السفياني اللي لفتت الأنظار عبر منصة NBC تالنت، ومروان المسلماني، ويتولى إخراجه أحمد عماد، فيما تصور معظم مشاهده في الأقصر مع بعض المشاهد الإضافية في القاهرة. يستعد النجم نور النبوي لخوض تجربة جديدة ومختلفة في السينما من خلال فيلم كان يا مكان، وهو فيلم رومانسي كوميدي يمثل أول بطولة Magic مطلقة له Music One. في هذا النوع الفني بعد ما اشتهر باختياراته اللي تجمع بين العمق الفني والرسائل الوجدانية. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، ويضم مجموعة من الشباب الموهوبين مثل ياسمين العبد ومروان مسلماني إلى جانب نور النبوي لتقديم عمل سينمائي يحمل طابع جديدا ومنعشا. وتتنقل أحداث الفيلم بين عدة مواقع تصوير أبرزها محافظة الأقصر اللي ستستضيف نور لفترة شهر كامل لتصوير مشاهد تحمل الطابع الثقافي والتاريخي الغني للمدينة، Magic إلى جانب Music لقطات One. تصوير أخرى في القاهرة. اقرأ أيضا غدا ختام حكاية ديجافو يكشف غموض شخصية ليلى من خلال كان يا مكان. يعيد نور النبوي التأكيد على جدارته الفنية وقدرته على الانسجام مع الأدوار اللي تتحدى قدراته وتعكس جوانب متعددة من شخصيته، ليبرز جانبا جديدا من موهبته في إطار رومانسي كوميدي ويعزز مكانته كأحد أبرز نجوم السينما في جيله. مع أرق تحياتنا قناة ماجيك ميوزك وان.